طيب ازيكم يا دراجونز، التريلر بتاع التنين نزل وخلاص اتسرب كل حاجة واتسرب موعد التحديث اللي هو بكرة ان شاء الله. يوم 14 ديسمبر او ممكن ينزلوه الفجر، بس هنشوف يعني. فحط لايك واشتراك قبل ما نبدأ المقطع وخليكم وانا هشرح لكم، احاول كل اللي انا فهمته هشرحه لكم. ماشي، هسيبكم بقى مع بقية المقطع، او يعني مش مع بقية المقطع، انا لسه بسجل. زيولوس نزل الفيديو تقريبا امبارح، مش امبارح، من كام ساعة كده، واحنا هنشوفه دلوقتي. وهحاول على قد ما اقدر اوريكم افهمكم اللي انا فهمته، اصل هو مش موضح، في حاجات مش موضحة كتير. هو دوت الفيديو. ماشي، بصوا اول فاكهة نزلوا فاكهة الغاز اللي كانوا هينزلوها مكان الليبورد زمان. دي حركة الزد، بس هما دلوقتي رجعوا ينزلوها. هما كانوا مشتغلين عليها اصلا، كنا عارفين ان هي تنزل بس مش دلوقتي. حركة الزد حلوة بس مش احسن حاجة، يعني عجباني شوية. حركة الاكس حلوة بس مداها قليل قوي يعني، بس هي كويس يعني تمشي الحال. دي فك التحول علشان تبقى عارفين، يعني انا كنت في الاول فاكرة ان هي مش كده. الحركة دي بقى، بص الحركة دي عم اعتقد انبوت. بصوا دي فيها سم زي فكة الفينوم، يعني هي شبه فكة الفينوم اصلا. دي الفاكهة اللي هي انتوا عارفين اسمه ايه ده اللي في الانمي دوت، بس انا مش فاكر اسمه. بصوا شايفين مهاراته دي الايه الاف طيران، بس يعني مش قوي حلوة، بس مش اللي هو احسن حاجة، في حاجات احسن. يعني لو كانوا، هي كويسة، الحلو ان هي بتطير، يعني هي مش مهارة بس بتدمج. ماشي، شوف يعني بطيئة مش قوي، شبه الشادو كده. الكليكات حلوة قوي يا جدعان، الكليكات جامدة. بصوا الكليكات بتاعتها تمسك سيف كده، وبصوا بيدمج ازاي. عندنا بقى احسن حاجة في الفاكهة دي واهم حاجة، واللي هي الترانسفورميشن، تحول. بصوا تحول، بصوا وبيدمج، على ما اعتقد لو عدى من جنبه هيدمجه، زي شبه تحول الفينوم، بس اللي هو ايه، شكله احلى وافخم كده يعني. لا ما بيدمش اهو الكليكات. بصوا في قنبله في الاخر ما كانتش موجوده وهو صغير، قبل التحول ما كانتش موجوده، يعني في الاخر بيضرب كده قنبله. بصوا الزد سكيل، الزد فيها ستان، دي حركه بتاعه PvP، الحركه دي بتثبت. بصوا بتعمل ستان للاعب اللي قدامه، يعني اللاعب لما بتيجي عليه حركه الزد ما بيقدرش يتحرك. دي بقى الحركه دي شافي كان مسربها، وكانت حركه جامده قوي. بصوا انا كنت فاكرها تبقى في التنين، بس طلعت في فكة الغاز. بصوا صح، الفاكهة دي هتبقى فوق تحت السبيريت على طول، يعني هتبقى فاكهة قوية فوق الكنترول وتحت السبيريت. بصوا عمل ستان، وهو بيوريكم ازاي تعملوا كومبو. بصوا بيعمل ستان بعدين يروح عامل كده، بيقول لك دي جامدة في الكومبوات. ماشي، فدلوقتي بصوا بعد ما ضرب الزد والاكس، مهارة السي بقى. بصوا السي هي انبوت زي ما هي، بس ايه بقى، دمجها زاد، يعني هي الفرق الوحيد ان دمجها زاد، بس مهارة قوية. بصوا قد ايه من الغاز دوت. بصوا عندنا مهارة الاف، لا السي، هو زيودس بارد شويتين. معلش يا عم زيودس انت لو بتسمعني، انا اسف. اوف، حركة الاف جامدة. بصوا الاف عاملة زي الزد بتاعت الدراجون تل. يلا بقى، دلوقتي جه دور احسن واجمد على حاجه، على احسن فاكهه في العالم، فاكهه التنين الدراجون. يلا اضرب بقى. بص يا زيولوس، ضربة الزد، واحنا الفاكهه دي مستنينا بقالنا سنه. الزد مداها زاد قوي، بقت بعيده، بس مش احسن حاجه، انا كنت متوقع احسن بكتير، بس كويسه. يعني لو في رانر بيجري، ودمجها زاد على فكرة، دمجها كان أقل ب1000 تقريبا. أيوة، حركة الإكس بصوا بيطير ويروح دابب، دي كانت ايه، بيلفوا كده في الأرض بس كانت وحشة. بصوا بيطير ويروح رميه كده، بيرزعه في الحيطة. بصوا دي حلوة في كومبات قوي.
يعني تروح طاير بالاكس وتروح ضرب عليه زد، بس لو بتخش على التنبؤ هتبقى احسن. والسي حلوه بس يعني دمجها الحاجه الوحيده اللي فرقت فرقها ده 2000 كان 3000 دلوقتي 4000 Alright, that's gonna be it for the C move. Next up, we have Draconic Sword. Here we go. This move also has two functions. One, use it for traveling purposes. الاف، بصوا الاف وهو بيطلع لفوق. Just like this, you fly up. بصوا لما بينزل بتبقى اسرع بكتير الطيران. بصوا عامل زي طيران الصوت بس احلى بكتير، شكله افخم من طيران الصوت. مش قوي. بصوا and then we have the second variation ماشي دلوقتي عندنا الاف لما بتضربها على حد، ضرب الاف على اللي قدامه. بصوا بتدمج برضه زي مهارة الغاز. انما بقى عندكم الكيكات بقى. بصوا الكيكات يا لهوي على الدمج، يا سلام على الدمج. 10,000 من مرتين بس. بصوا 6000 في المرة. انتوا عارفين ده دمج ده ايه ده؟ اللاعب ده مربط في شقة دوت على لاعب مش بوت. البوت بيبقى دمج عليه اعلى كتير من اللاعب ده، غير ان دوت ادمن فالباونتي بتاعته ممكن تكون اعلى. بصوا يا جدعان، بصوا ده التحول الاول الهايبر دوت بيكبر حجمه، ودي حاجه مش قوي بس الحلو فيها ان انت تقدر تستخدم الاسلحه، يعني تقدر تستخدم الاسلوب والسيف وكل حاجه، بس بيكبر حجمه ودي مش احسن حاجه يعني بس كويس. وزيوس برضه بيقول لك ان هم غيروا الداش واللي هو المك بتاع الفاكهه. ماشي زد بصوا الانيميشن كبر، والحاجه دي كان المفروض من غير تحول الصراحه، يعني المفروض ده يبقى شكل الزد من غير تحول. الاكس بقى اللي هي اجمل مهاره لحد دلوقتي. بصوا الانيميشن زاد وده مش المهارات كلها زادت. بصوا اوف يا جدعان، بس بقت تبعده اكتر. بص بقت تبعده جامد، بس ده مش عادي. اعتقد الناس هتستخدم الدرجات. يا لهوي السي جامده قوي، فرق 2000 دمج، 2000 ونص دمج ما بين من غير تحول وتحول، يعني السي ديت جامده. بصوا بقى بصوا يا لهوي الكليكات. الكليكات حلوه قوي بس ما جربش الطيران للاسف. بس عادي. يلا بقى نشوف التحول. انتوا مستعدين يا جدعان؟ التحول اللي احنا مستنيينه بقالنا سنه كامله. بصوا دوت تسريب برضو وراح نزل من السما كده شكله جامد. بصوا ما بقاش اللي عندنا دوت شكله وحش قوي. بصوا التنين بقى دوت، التنين اللي اتقال عليه تنين تاني. البتاع دوت، عارف الصباع بتاع الشبشب هو شبه. بص بقى ده تنين بجد بقى، يا لهوي على الفخامه. بس لو اي ضربه بتيجي على ديل التنين بتتحسب دمج هتبقى مش حلوه قوي عشان التنين حجمه يعني زي التنين القديم، بس التنين القديم كان لازم تضرب على راسه، لو ضربت على جسمه صح في درع، يعني لما تفعل هاك تصلب في درع بيجي حوالين التنين، دي حاجه جامده قوي. واعتقد الدم هيبقى عليه ضعيف، يعني انت تضربه زي دلوقتي. مهارة الزد بقى. بص مهارة الزد مدى ايه بص المدى دوت مش ابعد مدى، ده لسه هيبعد. بص لما بعد كمان. فاكرين السلاح كنا منبهرين. بص دي بقى دي حرفيا المفروض كده انبوت عشان هو بيضربها من بعيد ازاي جت، او هي مهارة اسطورية. بص المهارة اوف، شايفين مهارة وده مش 6000 دي مهارة 6000 او 5000. مهارة الزد بس كده حلو. اكس بقى يا معلم، والاكس ما ادراك ما هو الاكس. بص بيلف ازاي الاكس، بص بيلف ويروح نازل شبه مهارة دراجون تال من السي. مهارة السي. بص السي بقى، بص السي جمدانها دي بتجيب الجزيرة كلها. انت لو فين يا اسطى، انت لو بتلعب بميلي والناس دمها قليل شوية، لو ضربت دي هتقتل كله. انت كده بقت اوفر باور. 7000 دامج على مهارة واحدة للاعب واحد، لاعب واحد بس، ولاعب
مش لاعب. البوتات بيبقى قدامك 8000 يا عم، 8000 ولا تزعل نفسك. اللاعب دمه 12000 اصلا ولا 13000 ولا 14 ايا كان، 8000 من 14000. انت متخيل؟ انت مستوعب يعني ايه ده؟ مش ده كله. بص بقى الطيران بياخده وينزل بيه بام. بص بتشيل كل، عارف مارتي السي بتاعت الموتشي بتشيل كله صح؟ هو دي بقى بص، بس دي معرفش لو هتشيل كذا واحد، بس هي بتشيل بص واحد بام نازله بيه. دي جامده قوي، مستحيل انا اعتقد يفلت حتى باك التنبؤ يعني بتشيلك وبتسرع يعني، هي طيران سريع. كليكات، انت شايف كليكات دي؟ متخيل انت كليكات يعني 8000 دمج و8000 بتاعت مهارة السي، يبقى انت كده خلاص انت قتلت اللي قدامك، مش محتاج غير دول من غير بقية المهارات. بص بقى دلوقتي هوريك حاجة. ده الجاز فروت، بص شكلها عامل ازاي يا جدعان. قبل السبيريت وبعد الكنترول. دوت تريلر بيورينا حاجات انا هقدمه عشان ايه، مش عايز احرق عليكم الفاكهة من اولها، مش انتوا هتشوفوها في نعم قدم. ايوه بص اهو. دلوقتي زيولوس هيورينا التحول بتاع التنين التاني. هو فاكهة شرقية، فاكهة غربية، فاكهة اللي هي تنين ياباني، وفاكهة تنين اللي هو معرفش البلد بتاعته، بس هو يعني تنين اللي هو العادي دوت اللي هو مجنح. بصوا دوت بقى الدرع، بص شكل فخم ازاي. الدرع دوت لما بتشغلك التسلق، بقية الفواكه لما بتشغلك التسلق التحولات ما بتفرقش في الشكل، فدي اضافة جيدة ليهم. بص بقى بصوا دي الكليكات، دمجها زاد. انا ملاحظ ان دمجها زاد، المرة اللي فاتت كانت 8000 دلوقتي 10900. ماشي ده الكليكات، انتوا متخيلين ده الكليكات. الزد هي مفيش فرق تقريبا يعني، ما اختلفتش كتير. نفس المدى تقريبا بس يعني ممكن في ناس تشوف دي احلى مثلا، بس انا شايفهم شبه نفس المدى، بس الفرق في طريقة تعبئة النهار. بس صح انت لازم تعلق 6500 جدا. الاكس بس دوت لما بتعلق عليه. الاكس التانية انا شايفها احلى، بس دي تقريبا دمجها احلى، قصدي اقوى زي نفس القديمة، بس عدلوا عليها خلوا شكلها اجمد. القديمة كانت نفس كده، اللي هي مهارة الاكس في التنين قبل التحديث. مهارة السي، اوف يا لهوي السي دي بقى 9000 يعني كليكات 10000 9000 يعني حرفيا انت طالما معاك التنين قفلت اللعبة. بص دي اللي بيشوفها من بعيد بيتدمج، مش لازم ان يبقى قريب منك. دي شكلي قال كده عليها لما نزلت تسريب المرة اللي بيشوفها بعيد من بعيد بيتدمج. Like nobody in this area is actually safe. Everyone's getting blocked away. بص الانيميشن، بص المهارة اللي تحتيه. عندك دلوقتي مهارة الاف، بص الاف التانية شكلها اجمد الصراحة. الاتنين حلوين يعني، دي حلوة برضه. بص بنمسك الواحد بوم، بس اعتقد دي ممكن يفلت منها باقي الثانية لا. بس دوت اسرع، التنين دوت اسرع بكتير من التاني. بصوا لما بيضرب الزد ويروح طاير، بصوا الاف يعني ممكن هنشوف بعد التحديث اني اسرع فيهم، بس انا شايف دي اسرع، بس انا عاجبني التحول التاني شكله احلى. وبس كده، بس في حاجة لسه اسمها مطلوبش من المقطع، لسه في كام حاجة كده بسيطة. بص بقى الصدمة بقى، بصوا الحبة اللي بقوا في الآخر اللقطة دي زيولوس جاهز لنا مفاجأة. البتوع دول انا مش عارف ايه هما، بس هو بيجي يلمهم. بص بيروح كده عاملين كده، انا شايف انهم هتبقى حاجة مفيدة، فنشوف بعدين بعد ما ينزل التحديث. وعمل له بوشن الراجل ده. بص الانيميشن جامد يا جدعان، دول تعبانين جامد، بس عشان يقعدوا سنة على التحديث دوت يعني مش مستاهل، بس مش اللي هو قوي. انت عايز حاجات اجمل، عايز حاجات زيادة، بس حلو يعني تحديث حلو شكله هيبقى جامد. صح هما ما وروناش الريس الجديد، بس في ريس جديد وهتشوفوه دلوقتي، بس هما ما استعرضوهوش عشان الريس دايما بيبقى ليه مقطع لوحده يعني. عمرهم ما نزلوا ريس غير في اول مره نزلوا الريسات كلها
كانوا حاطينهم في مقطع واحد بس بيبقى مقطع لوحده، كل ريس بيتعمل له مقطع لوحده، وهو يعملوا مقطع للريس بس بعد التحديث، او ممكن ينزلوا مقطع بكره قبل ما ينزل التحديث. بصوا الوان التنين، عشان احنا نقدر نغير الوان التنين. بص الوان التنين عامله ازاي. ومهارات بتغير على حسب لون التنين. بصوا دوت البي 4 زي ما قلت لكم بيحصل البي 4 بيتغير على حسب لون التنين. وطبعا جيوس يعني لازم يعمل فينا مقلب، كاتب لنا 2025 يوم 14 ديسمبر، يعني قدامك سنه كمان بس. يا جدعان وبس كده، بس حبيت اقول لكم بس ان انتوا تحطوا لايك واشتراك لو عجبكم المقطع. ويعني بصوا انا متحمس قوي التحديث، وريس التنين شكله هيبقى جامد قوي، وريس التنين بيتغير لونه على حسب لون التنين بتاعك. لو انت واكل فك التنين، لون فاكهة التنين اللي انت مختاره بيبقى لون الريس على ما اعتقد، عشان هو يا اما هيضيفوا الوان جديدة للريس او حاجات كده. بس التنين اصلا ما وروش اجنحة ولا حاجة، يعني الاجنحة اللي احنا كنا بنشوفها في التسريبات وكده دي بتاعة الريس. التنين مالوش اي شكل من ورا غير بعد التحولات. سلام.